ولا أروع ولا أجمل من كتيبة عماد النحاس، وأخيرا بنحس بشعور إن إحنا فعلا شفنا النادي الأهلي. أيوة، هبة النادي الأهلي رجعت من جديد. النادي الأهلي بيأدي أداؤه اللي عرفناه واللي عهدناه، وبالخماسيات والرباعيات مع النحاس. ورغم المشكلة الدفاعية، المشكلة الكبيرة جدا على المستوى الدفاعي، ويمكن هي دي المشكلة اللي خرجتنا من بطولة أفريقيا مع ضعف كولر في قيادة المباريات في الفترة الأخيرة، ولكن عماد النحاس عارف الحل حاليا. الحل حاليا بما ان انا لسه ما قدرتش اجيب لعيبه واتعاقد مع لعيبه في خط الدفاع، فاذا بالنسبه لي خير وسيله للدفاع الهجوم. وفعلا كان للنحاس ما اراد. النحاس في 3 مباريات احرز 12 هدف على المستوى الهجومي. على مستوى اللعيبه، مروان عطيه بيرجع يتالق من جديد وبيبقى من احسن لعيبه الثمانيه اللي في مصر كما عهدناه. ولكن بالنسبه لرامي ربيعه، بس انا عايز اقول له يا رامي، بالنسبه للارقام اللي انت طالبها انت ما تستاهلش ولا جنيه. بالنسبه للكوارث اللي انت بتأديها، الكوارث الدفاعيه والاخطاء الفادحه اللي بتحصل في الخط الخلفي للنادي الاهلي ومتكرره، حصلت في اول دقيقه في المباراه وجات الكره في القائم، وحصلت تاني وجات هدف. ولكن علامه استفهام على رامي ربيعه بصراحه، وعلى الارقام اللي هو عايزها. انا لو من الاداره اسيب بيراميدز تلبسه صراحه. ولكن بشيد بعباد النحاس، اللعيبه بتأدي بتحرر كبير في الملعب. امام عاشور ما شاء الله، الله اكبر. كما قال الكتاب، زي ما قال الكتاب، امام عاشور بيؤدي من احسن الى احسن كل مباراه ما شاء الله. وسام ابو علي بيرجع تاني للحياه والروح التهديفيه، وفاول وهدف ولا اروع ولا احلى، رغم ان اتلغى له هدف برضه رائع جدا. ولكن علامه استفهام على الحكم، انا لغايه دلوقتي مش فاهم هو لغاه بمناسبه ايه يعني. الهدف صحيح 100%. اداء النادي الاهلي كتوتال، وطاهر محمد طاهر بيتعملق، واداء النادي الاهلي كتوتال اداء فوق الرائع وفوق الوصف. شكرا عماد النحاس. اتمنى من الاداره انها تبقي على كابتن عماد النحاس، وتدي فرصة للمدرب المصري لإثبات ذاته وإثبات نفسه، زي ما عمل نادي الزمالك دلوقتي مع كابتن أيمن الرمادي، اللي أتوقع له كل توفيق صراحة لأنه مدرب كبير.